جولة مجنونة بكأس العالم، منتخبات فرحتنا ومنتخبات صدمتنا حرفيا. شو اللي صار؟ تعالوا نشوف. أسود الأطلس، المغرب فازت 1-0 على اسكتلندا. الدقيقة 2 صاروخ مغربي بسقف المرمى حتى الحارس ما شافه. اسست من ابراهيم دياز من فوق الدفاعات الاسكتلندية. ومين سجل هدف؟ مين غيره؟ اسماعيل سيباري. لحظة، بتعرفوا انه اسماعيل سيباري حسب اخر التقارير ممكن نشوفه بقميص بايرن ميونخ الموسم المقبل؟ يعني اسماعيل سيباري جنبا الى جنب مع هاري كين اوليزي دياز، يا الهي على الرعب. رجعونا على المباراة، بعد الهدف المغرب سيطر على المباراة بالطول وبالعرض، ولو استغلينا الفرص صح كانت ممكن تنتهي بثلاثية للمغرب. اللي عجبني بمنتخب المغرب ثقة اللاعبين، يا جماعة منتخب المغرب صار من المنتخبات العالمية القادرة توصل لبعيد بالمونديال، منتخب كان نت قوي للبرازيل بطل العالم 5 مرات وكان الافضل واستحق الفوز بدل التعادل، هذا لحاله بيثبت كلامي، وهيك المغرب صار عنده 4 نقاط بالمركز الثاني خلف البرازيل. طيب السؤال، هل تأهل المغرب؟ بنسبة 90% نعم، اخر مواجهة راح تجمعه مع هايتي وكلني ثقة بفوز عريض للمغرب. هذا كان أول فوز للعرب بهي النسخة، أما الفوز الثاني فكان تاريخي بكل معنى الكلمة. نعم منتخب الفراعنة، مصر عملت ريمونتادا على نيوزيلندا وفازت 3-1. بتعرفوا إنه هذا الفوز بيعتبر الأول تاريخيا للمنتخب المصري بكأس العالم؟ لحظة، في ناس ممكن تفكر إنه مصر جديدة على كأس العالم، صحح معلوماتك وركز معي منيح. أول منتخب عربي شارك بكأس العالم سنة 1934 كان المنتخب المصري، وهي المشاركة كانت بثاني نسخة من كأس العالم. طيب اللي صار بالمباراة حرفيا جنون، اللي شاف الشوط الأول بيعتقد مصر خلص خارج المونديال، مستوى سيء، اعتماد على الكرات الطويلة رغم طول قامة لاعبين نيوزيلندا، حتى الهدف الأول اجى من ضربة ركنية ورأسية، بس نقطة التحول كانت بآخر دقائق الشوط الأول، وهون مصر انتفضت. والشوط الثاني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك عن تحركات إمام عاشور ولا ثنائية زيكو صلاح، استحواذ تام وسيطرة مصرية ورأسية مصطفى زيكو أحدث التعادل لمصر. أما الهدف الثاني فيا سلام يا صلاح على الدخول والتمريرة، ومصطفى زيكو شو عمل؟ اللي تفضل سجل الهدف الثاني، وصلاح بالتخصص بوم بالشباك، وتريزيجيه الخبرة دخل كبديل وسجل الثالث. هذا الفوز مش بس ضمن التأهل لمصر، لا، تخيل منح مصر الصدارة على حساب بلجيكا وإيران. طيب آخر مباراة لمصر راح تكون مع إيران، الفوز بيأهل مصر كمتصدر لهي المجموعة، وحتى في حال التعادل أو الخسارة لا سمح الله مصر بالدور 32 وأنا مسؤول عن كلامي. طيب تعالوا نشوف مواجهة الأشقاء الجزائر ونشام الأردن. على فكرة هي المواجهة الرابعة للمنتخبات العربية بمواجهة بعض بكأس العالم. المواجهة الأولى كانت السعودية والمغرب سنة 1994، المواجهة الثانية كانت 2006 السعودية وتونس، أما المواجهة الثالثة روسيا 2018 أيضا السعودية ولكن ضد مصر، وهي رسميا صارت المواجهة الرابعة. محاربي الصحراء حسموا المباراة بهدفين مقابل هدف، مباراة كانت مجنونة حرفيا. الأردن قدمت مباراتين من أجمل ما يكون، بس رغم هيك خسرت أمام الجزائر والنمسا. الأردن تقدمت وكانت قريبة من الفوز، بس الجزائر عرفت نقطة ضعف المنتخب الأردني واستغلت الكرات الثابتة وعملت ريمونتادا وسجلت هدفين. على فكرة الأردن تلقت 3 أهداف من كرات ثابتة من أصل 5 أهداف، يعني واضح وين نقطة الضعف. بالنسبة للجزائر إذا بتفوز على النمسا بآخر مباراة راح تتأهل كمركز ثاني. أما منتخب النشامة فرسميا خارج المونديال، بس وحوش قدمتوا أداء رجولي، كل أردني وعربي لازم يفتخر بهيك منتخب. أول مشاركة سجلتوا هدفين ولعبتوا لعب أفضل من كثير منتخبات عربية عندها تاريخ بالمونديال. هارد لك من القلب يا أبطال، وبالتوفيق لمحاربي الصحراء بهي البطولة. طب شو اللي صار مع العراق أمام فرنسا؟ تعالوا نشوف. خلينا نتفق على شغله، تأجيل انطلاق الشوط الثاني بسبب الأحوال الجوية أثر كثير على المباراة وخصوصا على المنتخب العراقي، لأن ببساطة بعد ساعة ونصف انتظار ترجع تلعب الشوط الثاني، أكيد هالشيء راح يأثر على اللاعبين، يعني حرفيا كأنك عم تبدأ مباراة جديدة. الشوط الأول صح تقدمت فرنسا بهدف عالمي عن طريق مبابي، بس يا جماعة العراق كان واقف صح ومسكر الدفاع، إعادة غريبة لخطأ دفاعي بدائي جدا. زيد تحسين عطى الكرة للحارس أحمد باسل اللي ما بعرف بشو كان عم يفكر وين كان عم يطلع، وأكيد بعد هيك خطأ أمام بطل العالم 2018 ووصيف 2022 ما راح يرحمك. على فكرة رجعوا للمباراة الأولى وشوفوا نفس اللقطة ونفس الخطأ تكرر امام النرويج واستقبل العراق الهدف الثاني. هيك اخطاء بكاس العالم ما بترحمك، ورسميا كانت السبب خساره العراق للمباراتين. بالنهايه ما فينا نلوم اللاعبين، انت عم تلعب امام منتخب فرنسا بطل العالم، مجموعه جدا صعبه كانت على العراق، بس رغم هيك باقي فرصه اخيره امام السنغال بالجوله الاخيره، الفوز و3 نقط ممكن نشوف العراق بالدور الثاني. بس انتبه السنغال مش سهله ابدا، السنغال ما بتقل اهميه وقوه عن النرويج، بس ان شاء الله اسود الرافدين قد هو قدود. اذا كانت العراق انهارت بالشوط الثاني، السعوديه انهارت ب 25 دقيقه، هزيمه قاسيه على المنتخب السعودي برباعيه نظيفه. صح اسبانيا فريق قوي ومرعب، بس هذا ما بيعني انك تنهار ب 25 دقيقه. يا جماعه المنتخب السعودي مش منتخب ضعيف، لهيك كان الاداء صادم اكثر من النتيجه نفسها. بعد التعادل مع الاوروغواي كان لازم نستفيد من هي النقطه ونقدم اداء قوي مع اسبانيا، بس بالعكس شفنا مباراه كارثيه. السعوديه طول المباراه تسديده واحده على مرمى اسبانيا، يعني حرفيا 90 دقيقه السعوديه عم تلعب دفاع بحت، ورغم هيك تلقيت 4 اهداف. هجمه وحده ما عرفت تبني، اللاعب السعودي كان مرعوب حرفيا من اللاعب الاسباني، يعني كنت متوقع الخساره مع اسبانيا، بس شو بيمنع نقدم مستوى جيد ونخسر بفرق قليل. الفرصه الاخيره للسعوديه هي الفوز على الراس الاخضر للتاهل كاحد افضل الثوالث، والراس الاخضر صاحب اكبر مفاجاه بهي النسخه، تخيلوا تعادلوا مع اسبانيا بدون اهداف
ومع الاورجواي 2-2. بس رغم هيك ما في اي مبرر للسعوديه، لازم تحقق الفوز لنشوفك بالدور الثاني. طيب اللي صار مع السعوديه كمان صار مع قطر، فضيحه كرويه لمنتخب موجود بكاس العالم، 6 اهداف تخسر من كندا. لا وطالعين من المباراه الاولى بتاعتهم مع سويسرا، على فكره سويسرا اقوى وافضل من كندا، بس شو اللي صار ما بعرف. تخيل قطر 90 دقيقه ولا تسديده على المرمى، استحواذ 22% لقطر مقابل 78% لكندا. يا جماعه ارقام مرعبه، يعني جاي على كاس العالم تخسر بهيك نتيجه وانت بطل اسيا مرتين. اما تونس فرسميا خارج المونديال بعد خسارتين من اليابان والسويد. يا جماعه اليابان منتخب عالمي مستوى ثاني، يعني فيك تحطه مع المانيا، البرازيل، الارجنتين، فرنسا، بس هذا اكيد مش مبرر لتخسر 4-0 بهيك اداء. تونس استقبلت 9 اهداف بمباراتين بس، والله يستر شو راح يصير امام هولندا. اليابان سيطرت على المباراه، خنقت المنتخب التونسي. تونس ولا تسديده على المرمى، حتى هجمه ما عرفت تبني. واضح انه تونس مش جاهزه لكاس العالم، يعني لا دفاع لا وسط لا هجوم. تخيلوا اليابان سددت على المرمى 5 تسديدات، 4 منهم بالشباك. هي المشاركه حرفيا للنسيان. هارد لك المنتخب التونسي وان شاء الله القادم افضل. هي الجوله انتهت والجوله القادمه راح تكون حاسمه لكثير منتخبات عربيه. ودعنا تونس والاردن، باقي 6 منتخبات، مين راح يتاهل ومين راح يودع؟ اكتب لي رايك بالتعليقات. واذا حبيت تشوف الفيديوهات المقترحه ما تنسانا من اللايك واشتراك بالقناه وفعل جرس التنبيهات على الكل ليوصلك اشعار بالفيديو اول ما ينزل على اليوتيوب. كان معكم ادهم، سلام.